السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال اليوم. ما الذي تغير؟ دراجي يواصل تمرده على كبرنات عبر كشف فضيحة مدوية جديدة. ما الذي تغير؟ سؤال حير مجموعة من المتتبعين الذين استغربوا كثيرا من مواقف بوق الكبرنات حفظ الدراجي التي تغيرت بشكل مثير في ظرف قياسي، من كاري حنكو يدافع عن بلاده الجزائر ولو بالكذب والبهتان، إلى إعلامي يمارس دوره الحقيقي في كشف الحقيقة بكل حياد وتجرد. في ذات السياق نشر دراجي تدوين جديدة عنوانها لفضيحة أخرى تطرق من خلالها لإشكالية البنية التحتية الرياضية في بلاده التي تغرق في مستنقع فساد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن أشغال بناء المركز الفني الجديد للاسيتي بتلمسان متوقفة منذ سنة ونصف بعد أن بلغت نسبة الإنجاز 85%، قبل أن يؤكد أن مرافقه باتت معرضة للتلف والإهمال بسبب عدم دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مستحقات المصمم والمقاول، في الوقت الذي دخلت فيه الجزائر في منافسة قوية مع المغرب من أجل استضافة تظاهرات قارية لعل أبرزها كأس إفريقيا لسنة 2025. شدد دراجي على أن الأزمة المالية التي يتخبط فيها الفاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم حالت دون الوفاء بالالتزامات واستكمال هذا المشروع المركز الفني الجديد لالاسيتي واستلامه بعد 5 سنوات من إقراره في أشغال الجمعية العامة للفاف، ولم تكلف نفسها تمويله من طرف الفيفا ضمن برنامج فيفا وورلد لأنها لم تتقدم بملف لطلب ذلك. كما أوضح الواصف الرياضي الجزائري أن استلام المشروع يقتضي تخصيص ميزانية تشغيل وصيانة وإدارة بعد دفع مستحقات المصمم والمقاول الذي يتولى بنفسه حماية المرفق من الائتلاف، رغم توفره على 3 ملاعب للتدريب ومضمار وقاعة متعددة الاستعمالات ومركز طبي وفندق يسع منتخبين. وختم دراجي تدوينته بالتأكيد على أن الاتحاد أو الاتحادية الجزائرية لم تسأل عن مرفقها، والوزارة الوصية مطالبة بفتح تحقيق في مشاريع كل الأكاديميات التي لم ترى النور لحد الآن.